هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. وفي تكملة للفيديو السابق تم الإفراج عن الحلقة 18 من برنامج جونغيون عضوة توايس ذا انسبكتور مع عضوة فرقة الفتيات ايتزي ييجي مومو عضوة توايس من مجلة ال جابون لصالح علامتهم المجوهرات الفاخرة تاساكي لكونها السفيرة لهم زويو عضوة توايس على غلاف مجلة هاربرز بازار اليابانية. وتم الإفراج عن صور المفهوم الرابع الخاص بالميني ألبوم استراتيجي عبر حسابات توايس في جميع المنصات. البارحة مساء تم تأكيد حضور توايس لحفل كوهاكو في عدده ال75 لعام 2024. يعتبر الأخير أكبر حدث موسيقي سنوي في اليابان. ستكون هذه المرة الخامسة لتوايس كفرقة في الحفل والسادسة عموما باحتساب أداء ميسامو هناك العام الماضي. في برنامج نايون هناك قانون أن من يخسر في اللعبة يطلب منه الفائز شيء معين، وبما أن نايون في حلقتها مع عضو فرقة TXT خسرت ولم تعرف من هو، كان طلبه أن تقوم بحضور حفل فرقته القادمة. فممكن أننا نشوف نايون عضوة توايس في حفل TXT. وبمناسبة TXT أعلنت وكالة بيج هات ميوزك بإلغاء أنشطة سوبين عضو فرقة TXT مؤقتا لأسباب صحية. وأكدت الوكالة أنه لن يشارك في حفل توزيع جوائز الماما، وكذلك حدث لقاء المعجبين في اليابان وشنغهاي وغيرها من نشاطات نهاية السنة. كتبوا: لقد ظهر على سوبين مؤخرا علامات تدل على أنه ليس على ما يرام وزار المستشفى للحصول على عناية طبية، كما أوصوا الطاقم الطبي بأنه يحتاج إلى وقت كاف للراحة والتعافي. للأسف ما حيكونش في حفل الماما. تحديثات فيليكس عضو سترايكت في ستوري حسابه الشخصي عبر الانستغرام بإعادة نشر تحديثات حساب العلامة التجارية لوي فيتو. قائد سترايكت تشان قام بتغيير صورته عبر تطبيق بابال. تم رصد لافتة جديدة لدعم يونغي في مقهى بلاك درام جانب مبنى هايب. في صور كمان الأعضاء لجونكوك الأعضاء، لكن صورة يونغي كبيرة كدعم له. أعلنت روزي عن أغنيتها الجديدة بعنوان نمبر 1 جيرل التي ستصدر في 22 من هذا الشهر، وذلك كجزء من ألبومها المنتظر روزي المقرر إصداره في 6 ديسمبر. وفقا لمصدر في مجال الترفيه، سيكون جي هوب أول ضيف في برنامج This is Close Friends لهيون الذي سيعرض في MBC FM4U، والذي من المتوقع أن يتم بث الحلقة الأولى بتاريخ 25 من الشهر الجاري. تهانينا لجيمين لفوزه بجائزتين في حفل بريك تودو البرازيلي لعام 2024، جائزة الفنان العالمي الصاعد والأغنية الضاربة العالمية لهذا العام بأغنيته وو. جونكوك فاز بجائزتين هو كمان بأفضل أغنية كابوب لهذا العام Sitting Next to You، وأفضل فنان عالمي ذكر. بلاس نامجون فاز بلقب الفنان العالمي في نفس حفل الجوائز. أصبحت ريميكسات ألبوم هابي وأغنية رانينج وايلد متاحة للاستماع عبر المنصات الموسيقية. شغلوا قوائمكم وكتفوا ستريمكم للألبوم مع الأغنية. تجاوز أغسطس دي 900 مليون استماع على سبوتيفاي في عام 2024 حتى الآن، ويظل مغني الراب الكوري الوحيد الذي فعل ذلك. قام هوجون عضو فرقة NTX بمشاركة تحدي أغنية جين رانينج ويلد الركض بحرية في أوساكا. قد قال سابقا أن جين سيمبانيم قدوته، قائلا: جين لقد شاهدت مقطع فيديو جين سيمبانيم حيث انحنى بزاوية 90 درجة أمام الصغار في حفل توزيع الجوائز. أستطيع أن أفهم لماذا هو نجم كبير. الأغاني رائعة وجميع الأعضاء السبعة رائعون، ولكن الشخص الأكثر الذي برز هو جين سيمبانيم. شوفوا، انتشر هذا الفيديو البارحة مساء، بدأوا يقولوا أنه تبع تايهيونغ. وشه مو باين، لكن جسمه وجنبه وشه كأنه تايهيونغ. ممكن أنه تايهيونغ وممكن لا. فالفيديو انتشر وانتم قولوا لي شو بتشوفوا، هو ولا مو هو. حصل في الآن على أكثر من 1.9 مليار استماع على سبوتيفاي في عام 2024. TXT ينضمون إلى تايلور سويفت بصفتهم الفنانين الوحيدين الذي حقق ألبومهم المركز الأول في مخطط بيلبورد لأعلى الألبومات مبيعا لهذا العام 2024. يعني بدأ الترند تبع فيرست سناو لأغنية إكسو بالانتشار مع بداية الشتاء وراس السنة. نشر سونو عضو إن هايبن رسالة على الويفرز يقول إنها تثلج بشدة الآن، أحب الثلج، يجب علي أن أستمع لأغنية فيرست سناو. كما قام سان من إيتيز بغنائها على البث المباشر الخاص به. فكتير الأغنية أصلا معروفة في راس السنة وفي الشتاء وفي الثلوج بيبدأوا يسمعوها كتير الكوريين، والحين بدأت بالانتشار كتير. مؤخرا أطلقت صحيفة ديلي ميل على ليسا لقب أسوأ من يقوم بمزامنة الشفاه على الإطلاق، وذلك على صفحة تيك توك. صفحتهم نزلوا هيك إنها أسوأ
من يلازم الشفاء، فبكل جرأة يعني عادي عندهم. تحديث حساب سترايكات الياباني عبر تويتر: سوف تتعاون فرقة سترايكاتس مع شيبويا 109 مرة أخرى هذا العام. نحن نجري عرض ترويجي ليوم ميلاد، متجر مؤقت مفتوح أيضا في 5 مواقع في جميع أنحاء العالم. تم الإفراج عن الإعلان التشويقي الثاني لبرنامج المنوعات الجديد هانسم جايز، والذي سيكون جين ضيفا فيه. ستعرض الحلقة على قناة TVN في 1 ديسمبر الساعة 12:40 ظهرا بتوقيت مصر. وأخيرا حخليكم مع صور من معرض هابي بوب أب رانينج ويلد تو هابينس. اللوحات موقعة من جين واليوتيوبر كيان 84 والممثلة جي يون. جين هابي بوب أب، رسالة صوتية من جين آرمي: كيف خلال ساعات العمل في المكتب لا تقومون بإنجاز أعمالكم وتستمرون فقط بالتفكير فيها؟ أسرعوا وأنهوا جميع أعمالكم لنغادر العمل معا بسعادة. حخليكم مع صور ونلتقي في فيديو جديد. باي باي.